كل ما أقول هذا آخر ستوري راح أصوره يستوقفني في الموضوع ما أقدر أتخطى. بداية الانفصال صعبة يعني، ما أقول لك سهلة، بس الشخص اللي لا أبالي ممكن يتخطاها، اللي ما عنده إحساس بالمسؤولية. إذا تشوفين علاقة الزواج هذه إذا استمرت مو بمصلحة ابنك، راح يشوف أشياء ما من المفروض أنه يشوفها أو يسمعها. إذا هالشخص ما قايم بواجبه بالبيت كزوج وكأب، يخاف ربه بيك وبابنك. وإذا هالعلاقة إذا استمرت راح تربي عقد نفسية لابنك باكر عقبه من يكبر، فالانفصال هو الحل السليم. لكن إذا كانت مسائل بسيطة ممكن معالجتها بطريقة ما وصلتي إنه كل الأبواب صارت مسددة عندك، حليها. لكن إذا هو ليش صعبة؟ لأنه الإنسان ما تزوج حتى ينفصل، هو تزوج على بناء إنه يلاقي شريك حياته اللي يسانده بالشدة وبالمرض ويكون بجانبه دائما، حتى يكون عائلة حلوة والأطفال اللي يحلم بيهم. فلما ينصدم إنه هذا الشريك ما راح يأمن لي كل هاي الأشياء وانخذلت بيه، هاي لوحدها صدمة. وإنه أنا أرجع لنقطة الصفر وبعد ما طلعت من بيت أهلي أرجع لبيت أهلي، هذه مشكلة. الطامة الكبرى لما يكون أكو أطفال بالموضوع، راح تفكرين إنه هالأنانية من عندي، هل أنا لازم أتحمل الأجل أطفالي؟ إذا المشكلة يمك بس بأمور ممكن تنحل، لكن هو أب جيد الأطفال، أني أقول يعني لا تنفصلين. لكن إذا هو يهينك ويضربك قدام ابنك، يوميا مشاكل، مفززين الولد ومأزمين نفسيته، فأكيد الانفصال هو الحل الأسلم. لكن وأني ما أعرف بالضبط شنو مشاكلك اللي وصلتك لهذا القرار، لكن إذا تشوفيه ماكو حل غيره وانتي تأذيتي كلش بهذا الزواج، فالأسلم أكيد أنه تنفصلين. بس حاولي أكثر شيء تحرصين عليه أنه الانفصال يتم بود، وعلاقتك بطليقك تصير طيبة بدون مشاكل، حتى وإن كان ماكو تواصل. خاطر الابن هذا اللي أنت ممكن تقدمي له في حال انسدت كل الابواب بوجهك انه انت تكملين بهذا الزواج. حتى اذا هو شخص مو متفهم، حاولي قولي له ابننا او اطفالنا ما لهم علاقة، خلي علاقتك بيهم طيبة، لا تحرمي من جهالة اذا هو حنين عليهم ومقصر وياهم، بالعكس خليه يجي وقت ما يريد يشوفهم وياخذهم ويطلعهم. فالخطوة الثانية إذا أنت خلص قررتي الانفصال، اللي هي مهمة وحتى ما تحسين بالذنب وتكونين سويتي الصح، تخلين ماكو مشاكل بينك وبين طليقك، وتخلين التواصل مستمر مع أولاده. وحاولي على قد ما تقدرين ما يكونون أطفالك عندهم اطلاع على المشاكل اللي دا تصير. إذا هم شوية كبار وواعين ويسألوك، قولي لهم ماكو شيء، أبوكم خوش إنسان وحباب ويحبكم، بس بعض الناس أكو ما يتوالمون ويا بعض وما يقدرون يتفاهمون ويعيشون سوا، فالأحسن إنه هم ينفصلون، لكن هو يبقى أبوكم ويحبكم وراح يشوفكم دائما. هذا في حال إذا الأطفال واعين ودا يفتهمون ودا يفتقدون وجود الأب. فلا تشذبين إنه تقولين مسافر، وأبدا لا تشوهين صورة أبوهم قدامهم، خاصة إذا هو زين وياهم. أبدا لا تحاولين هذا الغضب اللي بداخلك تزرعيه بالطفل، لأنه ما إله ذنب، أنه ممكن يحس نفسه هو مكروه أو حظه سيء الله طاه الأب. بالعكس حسني صورته وخلي علاقته تكون بأبوه زينة.